لا اله الا الله. سلام. بصوا بقى، قاعدين لوحدنا في الشقه، الولاد نزلوا عندهم مقرأة، مطلعه المكنسه. هعمل ايه؟ بصوا، روتين خفيف قوي قوي، زي ما انتم شايفين الدنيا عامله ايه يعني، الى حد ما تمام. بس الجو حر قوي. تعالوا كده نبص كده على الشمس وجمالها. بصوا الجو صعب بجد، كتر خير اللي في الشارع بنات والله. تمام. بس ستاير طبعا ايه، حامية حمياني من الشمس بصراحة. قفلنا بقى الستاير وهندخل على ايه، يعني قلت لكم روتين خفيف هنعمله. ف الله المستعان يعني. بصوا انا الايام دي بصراحة بحاول ان انا احافظ على ترويقة العيد بصراحة. طلعوا بس ايد النور كده. الدنيا نورت. عايزة ايه بقى؟ عايزة امسح الجزامة، بصوا عليها حاجات متبصمة اهي. عايزة امسح الجزامة، والترابيزه دي برضو امسحها كده. بصوا انا شايله الكوشن الفرو من على الكنب هنا، عشان الولاد لما بيقعدوا بقى على الفرو ده. الفرو لما حد بيقعد عليه بتبدأ الفرو كده بينام. فبصراحة حطاه هنا كده، لما باجي بعد ما بروق خالص بقوم حطاه على الكنب. ومثلا جاي لي بقى حد الكلام ده كله، لكن بصراحة طول ما احنا قاعدين ببقى شايلة الكوشن بتاع الكنب هنا كده. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. هبدأ بقى ان انا اشيل كل حاجة كده من على الجزامة، واجيب الجلانس بتاعي. ولو الجلانس مش موجود عندك زي كده، هتجيبي بخاخة وتحطي فيها مية وخل، بيخلوا الازاز تحفة بنات، حلو جدا المية مع الخل. يعني لو مش موجود عندك اللي هو الجلانس بتاع تلميع الزجاج، اشتغلي بده حلو جدا، فيبقى حلو معاكي. لو مش موجود عندك زي ما قلت لك الجلانس. طب تعالوا بقى كده، مسحنا زي ما انتم شايفين الازاز من جوه ومن بره كمان، شيلته كده مسحت تحتيه. وبصوا ظبطته خليته زي الفل. همسح برضو الحاجه اللي انا بحطها على الجزامه من فوق. والشمع ده يا بنات اللي انا وريهولكوا كنت جايباه من درب البرابره، من عند عم صابر السني، لو تعرفوه حلو جدا، حاجته جميله جدا يا بنات والله. ريحته كده فانيليا وحلو قوي. البرواز ده برضو انا مش بحطه هنا، انا بحطه على البوابه الحديد من بره، بس هو الدبل الفيس بتاعه فك. فانا حطاه هنا كده مؤقتا. همسح بقى برضو الجزامه كده، ومسحت كمان ترابيزه الانتريه. وخلصت كده الجزء اللي بره، ما كانش فيه حاجات كتير غير حاجات عايزه تتمسح. جيت على سلم الديكور هنا برضو، ولقيته زي ما انتم شايفين كده عايز برضو يتمسح. ابتديت ان انا افضي كل حاجه منه علشان امسحها. بصوا الكيوتة دي. فاكرين لمبة الجاز بتاعت بقى زمان، عاملين منها لمبة الكترونية كده برضو حلوة قوي. بصوا التراب، يومين والله العظيم الحاجة دي ممسوحة. هبدأ ان انا بقى امسح زي ما انتم شايفين كده السلم واحدة واحدة. بصوا مش معنى ان احنا ننضف فان احنا نستخدم فوط كتير وادوات تنظيف كتير، لا خالص. انت ممكن بفوطة واحدة بس كل يوم او كل يومين على الاقل تمسحي الحاجة وتنضفيها بفوطة واحدة، تلاقي دايما شقتك نظيفة ومرتبة، وتلاقيها دايما ما شاء الله معلاش تراب. اكتر حاجة بتدي للبيت طاقة سلبية هو التراب. التراب ده حاجة صعبة جدا. التراب ده يخليكي طول ما انت قاعدة مكتئبة، شايفاه بعينك كده تحسي باكتئاب كده. فلا، حاولوا حتى لو انت مش قادرة تعملي او تروقي شقتك، حاولي تشيلي التراب، هيفرق معاكي جدا جدا نفسيا اول حاجة. ويفرق كمان في شكل العفش وشكل الخشب، والحاجة بتلاقيها بتلمع كده. فلو انت مش قادرة تروقي النهاردة وتعملي تنظيف عميق، امسحي التراب. هتحسي دايما براحة نفسية كبيرة جدا طول ما انت شقتك مفيهاش تراب. فاعملوا كده وان شاء الله تدعولي.
ايه رأيكم كده في شكل النظافة؟ ما شاء الله تحفة. تحسوا كده ان الحاجة بترجع جديدة لما بتتمسح، بتشيل من عليها التراب. تعالوا بقى على ترابيزة التلفزيون كده، هبدأ ان انا افضي كل حاجة من عليها زي ما انتم شايفين اهو. هشيل المفرش وهبدأ ان انا امسحها، وهنعمل فيها تغيير بسيط كده هتشوفوا معايا. يعني حاجة بسيطة اللي هي تغير بس الروتين بتاع عينينا كده، ما تفضليش شايفة الحاجة هي. قولولي بقى رأيكم عن المفرش ده. هو مفرش عادي كده، يعني تقريبا بلاستيك بس. عارفين هو غير شكل الترابيزة شوية، ممكن شوية واشيله مش عارفة يعني. بس اهو اداني شوية تغيير كده بسيط يعني. قولولي رأيكم، استناه بجد تقولولي رأيكم حلو وحش كده يعني. هو بصراحة ممكن يومين واشيله مش عارفة، بس اهو اي تغيير. هننفض بقى زي ما انتم شايفين الكنب كده، احنا طبعا كنا عاملينه برضو تنظيف عميق. فزي ما انتم شايفين كده تنفيضه كده على الخفيف يعني. وهبدأ بقى ريموت زي ما انتم شايفينه كده ورا المخدات الحاجات دي، هعدلها واظبطها. ايه رأيكم بقى في الرنر ده؟ كان اللي هو تحت الشاشة حطيته هنا كده يعمل ماتشنج مع اللي هنا ده، اللي على الكنبه بقى قصاد منه كده، يعني يردوا على بعض يعني. خلصنا بقى زي ما انتم شايفين كمان الكنب اهو ترويق خفيف. ما ضيعتش مجهودي زي ما قلت لكم. ظبطت الدنيا اهو، الدنيا بقت عندي الحمد لله متظبطه. بالمكنسه بقى زي ما انتم شايفين اهو. ما تنسوش كمان البلكونات معاكم بنات، بتبقى ان شاء الله بالمكنسه كده كل حاجه زي الفل. هتني كمان السجاد كده واعمل من تحتيه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله المكنسه بتشفط اي حاجه، بحس كمان ان هي احسن من المقشه العاديه. خلصنا الحمد لله. تعالوا بقى نهدي بقى الاضاءه. يا سلام على الهدوء، قد ايه بقى. بصوا البيت رايق. ايه رايكم في المفرش اللي احنا حطيناه؟ انا حسيته عمل تغيير، ممكن يومين واشيله عادي، بس هو عمل تغيير كده. تعالوا بقى ايه، نظبط كده الستاير. مفيش احسن من النظافه بنات والله. وده هنا شكله حلو صح؟ بصوا عمل ماتشنج كده مع ده. تمام. تعالوا بقى اوريكم باقي الشقه. الحمد لله. بصوا الدنيا تمام. المروحه مخليها هنا عشان خاطر هطلعها بره. اوضه سليم تمام. اوضه النوم عندي برضو تمام جدا اهي، كل حاجه زي الفل. وادي اوضه جوري هي المتلعبكه شويه. فهنشد لها بقى الستاره. انا في الجو ده خلاص انا هويت الشقه كويس. اول بقى ما الظهر بيأذن وكده بتبقى درجه الحراره عاليه قوي، بقفل الشبابيك بصراحه عشان خاطر ايه، ما تدخلش شمس وحر اكتر من كده يعني. وادي برضو الاوضه بقت تمام. المطبخ زي الفل اهو. الرخامه فل. البوتاجاز زي الفل، مطلعه عجوه عشان هعمل قرص بعجوه. عندي بس حاجات مطرح الفطار هغسلها، ومطلعه بانيه عشان نعمل صينيه مكرونه. بس الدنيا ايه لحد ما الحمد لله. هقعد بقى اشرب حاجه كده وايه يعني،
اخد كده قسط من الراحه والولاد مش هنا كده، بس في شويه هوا كويسين اهو. هنقعد بقى في البلكونه. يلا. بتعمل ايه؟ بتلعب ايه؟ بالسلايم. بالسلايم. تعمل اشكال بجد؟ وريني كده. بس تغسل ايديك كويس بعد ما تخلص. ماشي. ايه اللي ده؟ انت خليت الالوان كلها شكلها غريب كده ليه؟ جودي. طيب. قاعدة بعمل شعر العروسة. ازاي؟ وريني كده. عادي، هو الخيط الكروشيه اللي حضرتك كان ده خيط كنفاه ده. تعالى وريني كده. اهو. راح فين الخيط؟ انتي حطاه في رجلك؟ عشان ما يجيش. وريني كده. تعالي وريني بتعمليه ازاي. انا عادي زي اي حاجه، زي لما بنعمل عقده لخياطه لا وريني اعملي. بقوم عاملاها، اقوم مدخلاها من الخروم هنا، اقوم نازله، اقوم في مقص ثانيه، ممكن اجيب المقص. هاتي المقص. جايبه المقص. اقوم قصاه. عادي. وريني كده بيبقى شكلها اصلا عامل ازاي. بس هو شكلها كده. ممكن ثانيه اكمل العقده عشان ما تفردش. اقوم رابطه من هنا برضو عقده. ماما. وتشديها بقى، تخلي العقده دي هي اللي من جوه. ثواني يا سليم. الثانيه اقوم قصاها. شاطر. وفي الاخر في حاجات طويله وحاجات قصيره، بس انا هسويهولك بقى بعد ما تخلصي. ماشي. وريني كده. يعني ممكن ياخد مني اسبوع 10 ايام كده. اسبوع؟ انت لسه بادئه فيه امتى؟ بالليل؟ امبارح. طيب امبارح للنهارده يعني ما مش هياخد منك يومين وهيبقى جاهز. يبقى في الاخر شعرها كده. دي إلسا دي صح؟ إلسا. اتفتت العقده. عشان ما اعملها. طيب ما عملتهاش كويس من تحت. ماشي. انا تعالوا بقى ننهي اليوم الجميل ده بشويه فشار كده. ما قلتلكوش اول الفيديو اعملوا لايك او اشتركوا في القناه، فبطلب منكم فضلا يعني ليس امرا. اللايك بتاعكم بيدعمني جدا. استنى منكم لايك واشتراككم في القناه، وهسيبكم بقى مع الفشار الجامد ده. باي باي.